السكري مرض صامت، مرض مزمن، وقد يكون قاتلا، وليس فقط هو منهك للصحة ومسبب للتعوى والمعاناة، بقدر ما يمكن أن يكون آلة قتل إذا لم يحسن المريض في التأقلم والتكيف ومصاحبة هذا المرض، لأنه مرض اليوم ينتشر في المغرب وبشمال إفريقيا بأعداد كبيرة. وبالتالي كنوصلوا في واحد الحلقة مفرغة أنه السكري كيطلع لأننا حنا ما درنا والو، حنا كناكلو بنفس الطريقة بنفس الشكل، ولكن الدواء ما غيعالجنيش بوحديته. هذا اللي خصو يفهمو المريض السكري، أنه ما كنبراوش من مرض السكري، مرض السكري كنتعايشوا معاه وكنعالجوه بالدواء، وكذلك لأنه أكثر ديال الناس كيقولوا وعلاش غندير أنا حمية. بطبيعة الحال وعلى عادتها جمعية الأطباء الإناث والتخدير بالشمال العام اليوم الدراسي السابع اختارينا موضوع مريض السكري بصفة عامة لما ذلك من أهمية قصوى. كنعرفوا بأن لا بريفالونس يعني المرضى الجدد كل سنة ديال مرضى السكري تيوصل ل 10%، يعني من كل 100 مريض سكري كيتزادوا عليه 10 جداد كل سنة. دونك حنا راه واصلين براتيكمون واحد 3 مليون مريض سكري في المغرب. 3 مليون كتعتبر تقريبا فوالا 10%. بالنسبة للمرض السكري في حد ذاته هو مرض بيان سور انفلاماتوار كرونيك، يعني كيقيس جميع الأجهزة والأنظمة ديال الحيوية في الجسم. الحمد لله بفعل البيولوجي موليكولير، يعني البيولوجي الحيوية موليكولير، دونك كاين ادويه جديده اللي هي قريبه من الطبيعه العاديه ديال الانسان، اللي كيكون الفعاليه ديالها كبيره والمضاعفات ديالها كتكون صغيره. وبالتالي كان علينا ولا بد اننا حنا كاطباء انعاش وتخدير نكونوا على علم ودرايه بهذه الادويه الجديده، التقنيات الحديثه كذلك في هذا الميدان هذا لتداخلها مع الادويه وطبيعه المجال اللي كنعملوا فيه، لا في المركب الجراحي او لا في قسم الاناث او حتى في قسم المستعجلات، لان كاينه يعني مسائل جديده كتسرع التشخيص وكتكون يعني التكفل بمريض السكري تيكون يعني بواحد السرعه وكيكون افيكاس بارابور اللي كان قبل. انا الحمد لله اختصاصيين في السكري موجودين في الجمعيه، كلشي الادويه موجوده في الجمعيه، ولكن فين كنجبروا المشكل ان ذاك المريض اللي بلي اجي ما كيستوعب حتى شي حاجه من داكشي اللي كنقولوا له حنايا اللي في الجمعيه، ولا من داكشي اللي كيدخل عند الطبيب وكيخرج بحال ما دارش كونسلطاسيون. كيدخل عند الطبيب، نعطيكم غير بعض، يعني هذه ماشي واحد النقطه، واحد التجربه، غير واحده في المئات يعني صادفناهم. واحد النهار يعني واحد السيده كان عندها كليمي بيريد، الاطباء الاخوان كيعرفوا كليمي بيريد، ومن بعد الهيموغلوبين ديالها طلع، خرجت لها الطبيبه ميكستار انسولين. شرحت لها الطبيبه كيفاش تضرب الانسولين ديالك، كيفاش في الصباح، في العشاء بشحال لا دوز. ديك المسكينه ديك السيده ما معاها حتى واحد بلي اجي، شنو مشات للدار ضربات ديك ميكستار كامله. يعني هذا 60 يورو، وماشي هي اللي مسؤوله على راسها، يعني افراد الاسره ديالها ما كيجي معاهم حتى شي واحد. يعني غتشرح لها وغدوز لها اختصاصيه طبيبه، غتشرح لها، حنا غنزيدو نشرحوا، ولكن تمشي للدار كتنسى بحث العام.